السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اول حاجه غنقول للمنتخب المغربي الاسود الاطلس تبارك الله عليكم، لعبتوا مزيان، الله يعطيكم الصحه وحنا فخورين بكم بزاف. ودابا غندوزو السلطه اللي كتجي رائعه، ماشي رائعه، شي حاجه اكثر من رائعه، لذيذه بزاف وكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. كنحتاجوا المقادير الكسكسو اللي مطيبها انا من قبل، وكذلك البصل اللي مقطع شرائح، كذلك الطماطم شرائح، والبيض مسلوق، وكذلك الجبن المثلث او على حسب متوفر، الفلفل الاخضر حتى هو مقطع طويل، وكذلك البطاطس اللي مسلوقه هي والجزر مقطعين كذلك على شكل طولي. وكنحتاج قليل من البقدونس او الكزبره، قليل من الزيت الزيتون او زيت المائده، وكذلك القليل من الفلفل الاسود والملح. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه او لهاد السلطه. صدقوني كتجي لذيذه بزاف ورائعه، كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. و... وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وشكرا بزاف لكم على المشاهده. من بعد ما خلطنا السلطه اللي كتكون بارده من قبل على هذا الشكل، كنوضعوها في واحد الصحن اللي مزين بالجزر، وكذلك كنزينوها بالبيض مسلوق. كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير ومشبعه كذلك، ومتجانسه مع هذوك المذاقات اللي فيها. ومن بعد غندوزو نحضروا واحد العصير ديال الكاكي. كنحتاجو الكاكي، كنحتاجو كذلك الموز. كنوضعوا الكاكي اولا قشور الكاكي، من بعد ما كلينا الكاكي وبقاو القشور ديالو فنستغلوهم، فراه حتى هما فيهم بزاف ديال المنافع ويصلحوا كذلك العصير. وكنضيفوا عليهم السكر على حسب الرغبه، وكذلك الماء بارد، وكنطحنوا الكل وكنحضروا عصير لذيذ بزاف. كنتمنى حتى هذا العصير تجربوه وينال اعجابكم. تهلاو ليا في راسكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.